ويذكر مثل هذا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وكان معاوية أيضا من كبار الحلماء، كان حليما جدا رضي الله عنه ورحمه. ويذكر أن رجلا جاء إليه وهو يصلي وهو أمير المؤمنين، فوضع يده على عجيزته، على مؤخرته، وقال: ما أشبهها بعجيزة هند، يعني أم معاوية رضي الله عنها. وهذا طبعا هذا من فاعله قلة أدب. فلما أنهى معاوية الصلاة لم ينزعج، وأتى بالرجل وقال: ما حملك على هذا؟ أظنك مراهنا، شكلك كده، ما أنت مش ممكن تكون واحد عاقل بتعمل حاجة زي كده، تروح للأمير وتضع يدك على عجزته وتقول هذا الكلام، أكيد أنت مراهن. وكم على كم راهنت؟ قال على 100 ناقة. قال: خذها، روح خذ الرهان بتاعك وخذ معها 100 مني، وأدلك على من إذا فعلت به هذا أعطاك أكثر من كل ذلك. قال: من؟ قال: زياد بن أبي سفيان، أو زياد بن أبيه كما يسمونه. ومعاوية يعرف أن زياد سيقطع رقبته، مش هيتكلم معه أصلا. فذهب الرجل وجعل زيادا ساجدا، وضع يده على عجيزته، وظن أنه سيصبر كما صبر معاوية، وبعد الصلاة يتفاهم معاه. فسلم زياد من الصلاة، ما كملش الصلاة أصلا، وقال: علي بابن اللخناء، حات المغفل دوت، وقطع رقبته. ما تكلمش معاه أصلا، ولا قال له إيه الموضوع ولا ليه بتعمل إيه، وقطع. وهذا ما أراد معاوية، واخذ بالك، أراد أن يؤدبه لكن ما مسه، إن هذا شخص متعد أحمق يعني. فهذا من الحلم.